السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تخيل معايا إنك واقف قدام جيش كامل، آلاف من الجنود والضباط واقفين في صفوف منظمة بدقة رهيبة. كل واحد فيهم عارف مكانه، عارف هو بيعمل إيه، وعارف مين اللي فوقه في الرتبة ومين تحته. وده مش مجرد نظام، ده أساس القوة والانضباط اللي بيميز الجيش المصري. يمكن دلوقتي يجي في بالك أسئلة: يعني إيه رتبة عسكرية؟ ليه في رتب كتيرة بالشكل ده؟ مين بيصدر الأوامر ومين بينفذ؟ وإزاي الجندي الصغير ممكن مع الوقت يوصل يبقى قائد كبير؟ خلينا بقى ناخد رحلة كاملة ونفصل الرتب العسكرية في مصر من أول جندي لغاية المشير، ونفهم الدور الحقيقي لكل رتبة. أولاً، الجنود وصف الضباط. البداية مع الجندي، وده الأساس اللي بيتبني عليه الجيش كله. الجندي هو اللي بينفذ التعليمات من غير نقاش، بيتعلم الانضباط والطاعة، وبيتدرب على استخدام السلاح وتنفيذ المهام الميدانية. بعده بنلاقي الجندي أول. الفرق هنا إن الجندي أول بيكون قضى فترة خدمة، فاكتسب خبرة أكبر. أحياناً بيكلف بمساعدة العريف أو الرقيب في متابعة باقي الجنود، وبيكون شبه حلقة وسط بين الجندي العادي وضباط الصف. نيجي بقى للعريف، وده أول درجة قيادة صغيرة. العريف بيقود مجموعة جنود، ممكن نوصل ل10 أو أكثر. وظيفته إنه يحافظ على التشكيل والانضباط ويكون عين الضابط على الجنود. بعده عندنا الرقيب، وهنا بنبدأ ندخل في مستوى تاني من القيادة. الرقيب مش بس بيشرف، لكنه كمان بيشارك في تدريب الجنود وبيعلمهم الأساسيات الميدانية. أي وحدة عسكرية من غير رقيب منضبط هتلاقيها مفككة. ثانياً، الضباط الصغار، ومن هنا بنبدأ نتحرك للضباط. أول رتبة هي الملازم. الملازم لسه متخرج من الكلية الحربية، وغالباً بيستلم قيادة فصيلة، يعني حوالي 30-40 جندي. بيبدأ يتعلم القيادة الحقيقية مش بس التدريب النظري. بعد سنة أو سنتين خبرة، الملازم بيرتقي لملازم أول. هنا المسؤولية بتكبر، لأنه ممكن يقود نفس الفصيلة لكن بخبرة أكتر، أو أحياناً يتولى مهام أكبر. بعده بنوصل للنقيب، ودي تعتبر مرحلة وسطية. النقيب غالباً بيقود سرية، يعني من 100 ل 150 فرد تقريباً. دوره مش بس في القيادة الميدانية، لكنه كمان بيتابع أمور إدارية ولوجستية مرتبطة بالوحدة. ثالثاً، الضباط القادة أو المستوى المتوسط. نيجي للرائد. الرائد بيمثل الضابط اللي بدأ يكون ليه بصمة قوية، ممكن يقود كتيبة صغيرة أو يتولى منصب إداري داخل وحدة كبيرة. الرائد بيشارك في التخطيط وبيتخذ قرارات أوسع من مجرد الميدان. بعده بنوصل للمقدم، والمقدم عادة بيقود كتيبة كاملة اللي ممكن تضم مئات من الجنود والضباط. هنا بيتطلب منه مهارات قيادة عالية جدا، لأنه مش بيتعامل مع جنود بس، لكنه كمان مع ضباط تحت قيادته. أعلى شوية بنلاقي العقيد. العقيد غالباً بيقود لواء، وده وحدة ضخمة جداً مقارنة بالكتيبة. العقيد بقى مش بس مسؤول ميداني، لكنه كمان بيتواصل مع قيادات عليا عشان ينفذ استراتيجيات أكبر. رابعاً، الضباط الكبار. بعد العقيد بنوصل للعميد. العميد بيقود تشكيلات أكبر، وبيشارك في إدارة العمليات العسكرية على نطاق موسع. بيبقى عنده خبرة سنوات طويلة سواء ميدانية أو تنظيمية. بعده بيجي اللواء، ودي من أرفع الرتب. اللواء ممكن يقود فرقة كاملة، ومش بس كده، بيكون ليه دور مباشر في التخطيط الاستراتيجي للجيش. خامساً، القادة العظام. نيجي بقى لرتب عليا جدا. أولهم الفريق. الفريق بيبقى قائد جبهة أو منطقة عسكرية كبيرة، ومسؤول عن آلاف من الجنود. بعده بيجي الفريق أول، ودي رتبة قريبة جدا من القمة. الفريق أول ممكن يكون قائد لفرع رئيسي من القوات المسلحة، زي القوات الجوية أو البحرية أو الدفاع الجوي. وأعلى رتبة ممكن يوصل لها ضابط في الجيش المصري هي المشير، ودي رتبة شرفية بتمنح للقيادات العظمى اللي ساهموا في إنجازات عسكرية ضخمة، وغالباً بياخدها القائد الأعلى للقوات المسلحة. المشير مش بس قائد، ده رمز عسكري على مستوى الدولة كلها.